عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في البدايه كلنا بنصلي على الرسول. النهارده بنعمل مع بعضينا محشي كوسه وفلفل، وهنحشي معانا ورق لفت. حشيته قبل كده، كان حد قايل لي عليه، عجبني جدا بصراحه. هنقطع الفرخه بقى مع بعضينا. كده معانا الفرخه اتقطعت على 8 قطع. هنبدا نغسلها كويس قوي بقى وننضفها كويس، ونبدا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اديني تبلت الفرخه وحطيتها في الاير فاير. هخليها بقى تستوي في الاير فاير، وبعد ما تستوي هوريها لكم قبل ما اشويها في الفحم. الاير فاير ده بيساعدني على حاجات كتيره جدا جدا وممتاز. هنا معايا خلطه المحشي: بصل، خضره، رز. وادي كده المحشي انا حطاه محضراه عشان خاطر ايه يتصفى من ميته محل الغسيل. هنبدا نحطه زيت. بسم الله. ومعايا البهارات: ملح، فلفل، بهار رز. ومعانا هنا الصلصه بتاعتنا ضربينها هنحطها. هنحط شويه معانا من معجون الطماطم. هنبدا نقلب بقى. انا دايما بحب احط البصل والخضره اكتر من الرز، بيدي طعم جميل جدا، وبحب اعمله كده ني في ني. طبعا انا عايزه اقول لكم حاجه: انا اخدت الاجنحه والكبده والقوانص والرقبه بتاعت الفراخ وسلقتها، عشان عايزه الشوربه بتاعتها اطبخ بيها كده. خلاص قلبنا الخلطه تمام قوي وملحها مظبوط. وهنا معانا الفلفل والفلفل والكوسه هنحشيهم، والورق بتاع الفجل هنوري لكم بتتعمل ازاي. بعد ما نخلص هنرجع لكم. ادي حبايبي المحشي طالعه معانا: الكوسه والفلفل وورق اللفت، ودي شوربه لسان عصفور، وادي الفراخ المشويه. ما رضيتش اصورها لكم بقى على الفحم لانها كانت مدخنه، مطلعه دخان جامد جدا. اتفضلوا بقى معانا بالهنا والشفا. ما تنسونيش بقى في لايك، شير، كومنت ظريف. اكل ودردشه ام كريم.